قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فعلى شاكلة الإنسان يكون العمل وتكون الهمم وتكون الإرادات. فإذا أراد الإنسان أن يعرف على أي شاكلة هو فلينظر إلى همته وعمله وقيمة المرء فيما يطلب وليس فقط فيما يعمل. الإنسان بيعرف قدره فعلا في الأمور التي يفكر فيها، لأن الهمة والنية أبلغ من العمل. فيصل الإنسان بالنية والهمة إلى ما لا يقدر عليه فعلا بالبدن. في ناس عندهم همم تعجز دونها الأبدان أصلا، ولكن ربنا فضل واسع. وأما الكلام فيحسنه كل أحد، ولكن الحقيقة هي في الأعمال وفي الأشياء التي تغلي بها الصدور. لذلك قيل إن أهل الخير تغلي صدورهم بالخير، وأهل الشر تغلي صدورهم بالشر. يعني إيه تغلي الصدور؟ يعني الهمة دي هو الشيء الذي لا يفارقني، فعلا تغلي به نفسي، مش مجرد عارض. وإلا فكلنا عندنا هموم كتيرة جدا، نهتم بالعلم وبولادنا وأزواجنا وبنهتم بالفيس ونهتم بالدراسة وبنهتم بحاجات كتير. إيه هو الهم بتاعي الحقيقي؟ الهم الحقيقي هو الهم اللي بيشغل الإنسان دايما، بيفكر فيه طول الوقت وما بيعرفش يطلعه من دماغه، وبيأتي في الأوقات اللي هو ما كانش مركز فيها، هو بيهجم عليه هجوما، خاصة الأوقات اللي هو مش وقت يستدعي فيه فكرة، زي مثلا قبل النوم على طول أول ما بيصحى. في اللحظات دي بيكون العقل مشوش عادة، فلا يأتي فيه إلا الهم الذي يشغله. لذلك في الحديث من أصبح والدنيا همه. من أصبح أول ما بتصحى بالظبط بيتعرف على طول. سيبك من الكلام، أنا لما أرتب دماغي وأعرف أنمق الكلام هقول لك أحلى كلام، لكن لما بيبقى ذهني مشوش هتظهر الحقيقة على طول. فالحقيقة تظهر مع الذهن المشوش. أول حاجة جت في الذهن المشوش ده هي دي الحاجة المهمة فعلا، وما عدا ذلك مش مهم. ما تضحكش على نفسك. من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره في قلبه ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين إن في حاجة لو صاحب الهم ده عملها بتدل دلالة فعلا على صدقه، وهي حالة لا يمكن أن تحصل إلا لصاحب هم فعلا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من استعار من الليل أو من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال فإذا دعا استجيب له. هذا موطن من مواطن إجابة الدعاء. ليه؟ لأن ده واحد تعارى من الليل. عارفين تصحي الفجر الساعة 5 مثلا، لقيت نفسك صحيت الساعة 2 لوحدك كده، خير اللهم اجعله خير. مفيش أي سبب إن أنا صحيت دلوقتي، اللي هو بنفتح عينينا كده ثواني وبعد كده بننام تاني. الثواني دي بقى بيحصل فيها إيه؟ دي من علامات إيه اللي بيشغل الإنسان. في واحد أول ما يصحى يشرب مية مثلا، جنبه مية وبيشرب مية وبينام على طول. هو ده اللي شغلك فعلا. في واحد أول ما بيصحى بيشوف الساعة كام وبينام، أو واحد بيصحى بيشوف النوتيفيكيشن وينام. في حد أول ما بيصحى بيطمن على ابنه وبتنام، مش وحش تمام. حد اول ما بيصحى ولا حاجه لا شيء، بيقعد باصص كده في السقف الثواني وبعد كده بيغمى عليه تاني. في حد اول ما بيعمل كده بس على طول ياتي في باله الذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. وبعد كده كمان عنده طاقه ان هو يقعد يدعي ربنا بقى. دي عند ربنا ليها تقدير كبير قوي. يعني انت لما تقول لواحد كفايه ان انت افتكرتني في وسط الازمه ديت، يقول لك مثلا ايه، عارف انت مثال مثلا والله المثل الاعلى، ممكن تلاقي زحمه كبيره جدا مثلا انا رحت سلمت على واحد بيقابلني بعد سنين، يقول انا في يوم الفلاني رغم ان انت كنت مشغول ورغم ان انت كنت متكعبل وبتاع، بس انت شاورت لي من بعيد كده وسلمت عليا. مش قادر انساه ابدا. تقدير كبير قوي. ولا المثل الاعلى ان الانسان في حاله تشويش الذهن ديت قدر يستجمع عقله وان هو يقول الذكر ده كله وان هو كمان يطلب من ربنا، لا يبقى انا نمره واحد عندك. مستحيل الا ان ربنا يكون نمره واحد في قلبك. قل كل يعمل على شاكلتي. هذه شاكلة الإنسان، فمهما دعيت في الوقت ده تجاب. فأنا نصيحة، هذه من أوقات إجابة الدعاء المغفول عنها. في الحديث فإذا قام فصلى قبلت صلاته. الآية الثانية اللي قلت لكم عليها في سورة الليل إن سعيكم لشتى. إن سعيكم لشتى. هذا كسعي، السعي هيختلف تماما، والسعي هو فرع عن فرع عما يهم الإنسان. في الآخر سعيك هو فرع عما يجول في عقلك وفي خاطرك.